السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا فيديو اليوم ان شاء الله غادي نشاهدوا طريقة تحضير ميني بيتزات اللي كيجيو زويونين بزاف ورائعين. وبغيت نقول لكم مبارك علينا وعليكم شهر الصيام. نبداو على بركة الله. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجوا معلقة ديال الزعتر بالاضافة الى شوية ديال الملحة، وغادي نحتاجوا معلقة ديال سكر سنيدة مع معلقة ديال الخميرة الفورية، الزيت تقريبا 3 ديال المعالق، وكاس دافي ديال الحليب. وغادي نحتاجو الماء دافي، ما غاديش نحتاجو ديك الكميه كامله، غنحتاجو غير شويه، بالاضافه الى نص كيلو ديال الدقيق. اول حاجه غادي ندير الخميره الفوريه مع سكر سنيده، غنزيدهم على الدقيق، غنزيد عليهم الزعتر اللي غادي نحكو واحد شويه بيدي، وغادي نبقى نخلط النواشف. غنزيد عليهم الزيت كما قلت تقريبا 3 ديال المعالق، وكاس دافي ديال الحليب، وغادي نجمع المكونات. بالنسبه للملحه ما غاديش نديرها دابا. غادي نبقى نجمع العجينه بريو صبعاني. ودابا عاد غادي ندير الملحه، وكيف ما كتشوفوا معايا بان كاس ديال الحليب بوحدو ما كافيش على انه يجمع لنا العجينه، داكشي علاش غادي نزيد الماء دافي، والكميه اللي غادي نزيد فقليله بزاف. غادي تبقاو تزيدوا شويه بشويه حتى غادي نوريكم القوام ديال العجينه اللي خاصنا نحصلوا عليه. وبحال هكا خاص يكون القوام ديال العجينه، خاصها تكون كتلصق واحد شويه. من بعد غادي ناخذ دقيق وغادي نرشو، وغادي نبقى ندلك العجينه، كل ما دلكتوها كل ما مزيان. دغيا دغيا ما غاديش تبقى كتلصق، يعني غير تدلكوها واحد شويه صافي غادي تطلق معاكم العجينه. دلكوها مزيان. من بعد خديت اناء درت فيه العجينه ودرت ليها الزيت من الفوق وغطيتها باش تخمر. حاولوا تخليوها فشي بلاصه اللي دافيه باش دغيا تخمر ليكم حتى كيتضاعف الحجم ديالها وكيولي بحال هكذا كيف ما كتشوفوا. عاد غادي نهز العجينه وغادي نفرغها من الهواء. دابا غادي نرش الدقيق وغادي نبقى نطلق العجينه بالدلاك. بالنسبه للسمك ديال العجينه فما خصوش يكون غليظ بزاف وما خصوش يكون رقيق بزاف. من بعد ما طلقتها غادي ناخذ القطاعه اللي الشكل ديالها دائري وبقيت كنشكل بها العجينه. تقدروا تستعملوا حتى قوالب صغار، يعني على كل واحد وشنو بغا وشنو عنده متوفر في الدار. غادي نستمر بنفس العمليه. وبالنسبه للعجينه اللي كتبقى لي فغادي نجمعها نخليها ترتاح واحد شويه ونعاود نطلقها حتى هي ونشكلها. بالنسبه للسمك ديال العجين فبحال هكذا خاصو يكون كيف ما كتشوفوا. درتها في اللاطه اللي غادي ندخلها للفران، ولكن قبل غطيتها وخليتها ترتاح واحد شويه ودزت نحضر الحشوه. بالنسبه للحشوه درت فيها زيت البلديه مع الروميه، ضريسات ديال الثومه محكوكين اولا مقطعين طريفات صغارين، وبصيله اللي مقطعه طريفات رقيقين. غادي نخلي البصله حتى كتبدا تنزل واحد شويه وغنزيد عليها فلفله. هنايا درت فلفله حمراء وصفراء اللي قطعتهم طريفات صغارين. بالنسبه لهاد الحشوه ما غاديش نطيبوها بزاف، يعني غادي تبقى واحد شويه شاده في راسها حتى تكمل الطياب في الفران مع البيتزا، يعني بحال غادي نطيبوها غير نص طيبه. من بعد زدت الكفته، تقدروا ديروا صدر ديال الدجاج اولا ما ديروا والو، يعني تخليو غير الخضره.
يعني كيبقى الاختيار ديالكم. ودابا غادي نزيد ليهم العطريه اللي هي الملحه والبزار. غادي نحرك المكونات، غنديهم ونجيبهم واحد شويه وصافي نطفي عليهم، لان خاص الخضره كما قلت تبقى شويه طريه، طيب غير نص طيبه. من بعد ما ارتاحت العجينه خديت كاس اللي درت ليه الدقيق من التحت وبقيت كنطبع به الوسط ديال العجينه. بحال هكذا كيف ما كتشوفوا، واستمريت بنفس العمليه مع الحبات كاملين. وديروا الدقيق من تحت الكاس باش ما يلصقش ليكم مع العجينه. ودابا خديت الصلصه ديال المطيشه، غادي نديرها من فوق العجينه. ومن بعد خديت الحشوه اللي حضرتها من قبل، غادي نديرها من فوق الصلصه ديال المطيشه. حاولوا انكم توزعوها بشكل متساوي. من بعد كندخلوهم يطيبوا في الفران اللي كيكون سخون من قبل، كيطيبوا من التحت على خاطرهم، عاد كنزلوهم باش كيطيبوا من الوجه ديالهم. وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما كنخرجوهم من الفران حتى كيطيبوا في خطره. عاد كندير لهم الفرماج محكوك من الفوق، ما كنخليش الفرماج يطيب معاهم باش كيبقى مشمع وكيجي باين. من بعد ما كندير ليهم الفرماج كاملين غادي ندخلهم للفران واخا يكون مطفي، غندخلهم غير يصهدوا ونعاود نخرجوا ديك الساعه باش كيذوب واحد شويه داك الفرماج. الا كانوا البيتزا ديالكم باقيين سخانين مزيان ودرتوا ليهم مباشره الفرماج فيقدروا يذوبوا بلا ما تعاودوا تدخلوهم للفران مره واحده اخرى. هذا هو الشكل النهائي ديال الميني بيتزات. كيف ما كتشوفوا كيجيو زويونين بزاف، الشكل ديالهم رائعين. بالنسبه للبنه ما نحتاجش انني نقول لكم كيجيو لذاذين بزاف، حتى تجربوهم وردوا عليا الخبار. بحال هكذا كيجيو كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غادي نحلوهم ونشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل. كيجي الشكل ديالهم رائع، كيجيو خفافين بزاف بحال القطن وكيجيو مفشفشين كيف ما كتشوفوا معايا. نتمنى الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوا الوصفه. شكرا على المتابعه.